تعالى أكلمك النهاردة عن التغذية السليمة للطفل. أول لما الطفل يكون جاهز خلاص إن هو يتفطم، اسمعي بقى النصيحة دي، بلاش ترضعيه الأول وبعدين تديله حاجة ياكلها. حاولي تقدمي له أكل الأول، ولو رفض يبقى رضعيه. وفي الفترة دي كمان لو الطفل قادر إن هو يستخدم إيده بشكل كويس، يا ريت نخليه يمسك الحاجة ويحاول ياكلها بنفسه. نخش بقى إن إحنا بنحاول نقدم له الأكل المهروس أو المعمول على البخار، مثلا زي الموز، زي البروكلي المهروس. ممكن نقدم له الكرنبيط مثلا على البخار، ويفضل يكون مهروس علشان يعرف يبلعه. والبيض ممكن نقدمه للطفل سواء مسلوق أو مهروس، بس خلي بالك من البيض لأنه ممكن يكون الطفل عنده حساسية منه. وفي مثلا الزبادي، وفي أمثلة كتير تانية. بس خلينا نعرف الأول ايه هو الاكل اللي ممنوع عن اطفالنا. عندك مثلا الاطعمه المسكره بزياده. السكر عامه بره بيقولوا ان الطفل المفروض ما ياكلوش لحد عمر سنتين، لانه مش بس بيبوظ سنان الطفل، لا ده ليه مخاطر كتير تانية. يعني مثلا المسموح لطفلك في اليوم من السكر المفروض ما نزودش عن 4 معالق سكر بالكتير. تاني حاجه الملح، تعرف ان اخرك مع الطفل جرام واحد ملح في اليوم، لانه سيء جدا لكليه الطفل على فكره. خلي بالك برضو من المكسرات الكامله، لان الطفل ممكن يبلع بندقيه كامله فتتحشر في زوره لا قدر الله ويحصل له مشاكل، الا في حاله لو اديتها له مهروس. العسل على فكره ممنوع، لان البكتيريا اللي فيه ضاره جدا لمعده الطفل. دي كده حبه اكلات. وبرضه بننصحك انك لو حابه تتابعي فتره فطام طفلك، يفضل انك تتابعي مع دكتور تغذيه يعرفك ايه انواع الاطعمه الغذائيه المناسبه لطفلك في كل سن. في النهايه المسؤول الاول عن تغذيه طفلك هو انت، بلاش تهملي فيها، لان الطفل اول حاجه هيعتمد عليها هي صحته. لازم نجهزه كويس علشان يعرف يواجه الدنيا.